القرآن الكريم مليء بالمعجزات اللي حيرت العالم، ومعجزات القرآن لا تعد ولا تحصى. فالقرآن الكريم من أول حرف فيه لآخر حرف بمثابة معجزة. وفي الفيديو ده هنذكر عدد من المعجزات اللي حيرت العلماء والمفكرين، وبسببها دخل كتير منهم في الإسلام. قبل ما نبدأ الفيديو حابب أوجه رسالة شكر من القلب لكل شخص بيدعمني، سواء باللايك أو بالاشتراك بالقناة أو بالشير. بتوفيق ربنا ثم بدعمكم هتكون واحدة من أقوى وأكبر القنوات، وده هيشجعنا إن احنا ننشر فيها بشكل مستمر وتعم الفايدة على الجميع. آسف لو طولت عليكم، وأسيبكم مع المقطع مشاهدة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم من جديد. قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تم إلقاء الآية دي في المؤتمر العلمي للإعجاز القرآني، واللي تم عقده في مدينة القاهرة. ولما سمع البروفيسور الياباني يوشيدو كوزاي الآية دي قام من مكانه مندهش وقال إن العلم والعلماء ما توصلوش للحقيقة المذهلة دي إلا من فترة قريبة، بعد ما التقطت كاميرات الأقمار الاصطناعية صور لنجم وهو بيتكون من كتلة كبيرة من الدخان القاتم. وقال كمان إن معلوماتنا اللي كنا عارفينها قبل ما نشوف الصور دي كانت مبنية على نظريات غلط، زي مثلا إن السماء كانت عبارة عن ضباب. وقال بكده نكون ضفنا معجزة جديدة لمعجزات القرآن، واللي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون قبل مليارات السنين. المعجزة رقم 2، قال الله سبحانه وتعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وبلغ ذهول العلماء في مؤتمر الشباب الإسلامي واللي تم عقده في مدينة الرياض عام 1979. ولما سمعوا الآية الكريمة دي قالوا إن فعلا الكون كان زمان عبارة عن سحابة دخانية كثيفة هائلة، وبعد كده اتحولت بالتدريج لملايين الملايين من النجوم اللي بتملأ السماء. وعندها صرح البروفيسور الأمريكي بالمر وصرح وقال إن اللي اتقال ده مستحيل إنه ينسب لشخص مات قبل حوالي 1400 سنة، لأنه ما كانش عنده تلسكوبات ولا أقمار صناعية أو سفن فضائية بتساعده على اكتشاف الحقائق دي. فلابد إن اللي أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. وأعلن البروفيسور الأمريكي بالمر إسلامه في نهاية المؤتمر. المعجزة رقم 3، قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أثبت العلم الحديث إن أي كائن حي بيتكون من نسبة عالية من المية، ولو فقد الكائن الحي ده 25% من المية في جسمه فبالتأكيد إن هو هيموت، لأن جميع التفاعلات الكيميائية اللي بتتم داخل خلايا في أي جسم كائن حي مش بتتم إلا في وسط مائي. السؤال هنا بقى من أين حصل سيدنا محمد على المعلومات الطبية دي؟ المعجزة رقم 4، قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وأثبت العلم الحديث إن السماء بتزداد سعة باستمرار. فمين اللي أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعلومات دي في الزمن اللي كان بيسوده الجهل؟ هل كان بيمتلك تلسكوبات وأقمار صناعية، ولا كان وحي من الله عز وجل؟ مش ده دليل قاطع على إن القرآن حق من الله؟ المعجزة رقم 5، قال الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأثبت العلم الحديث إن الشمس بتسير بسرعة 43200 ميل في الساعة، وبما إن المسافة بيننا وما بين الشمس حوالي 92 مليون ميل، فإحنا بنشوفها ثابتة ومش بتتحرك. وده اللي دهش بروفيسور أمريكي لما سمع الآية القرآنية دي، وقال إنه عنده صعوبة في تحليل العلم القرآني، لأن القرآن فيه حقائق علمية ما تمكنش من معرفتها العلماء إلا من فترة قريبة. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، نلقاكم باذن الله في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو متنساش تقولوا لنا في التعليقات حابين نكمل في السلسله دي ولا لا. وبس كده، سلام.